السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي ذير، معاكم مستر محمد عبد الصمد، والقناة اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها دلوقتي اسمها ايزي انجليزي، من اليمين للشمال، انجليزي بالعربي وايزي بالانجليزي. كنا بدأنا من فترة كده كورس خاص بالكونفرسيشن، بالمحادثة. اتكلمنا فيه عن الاوكسيلر فيربس، الافعال المساعدة. اتكلمنا فيه عن الكويستشن ووردز، الكلمات الاستفهام المختلفة واستخداماتها. اتكلمنا عن المودال فيربس، الافعال الناقصة. وكان باقي قبل ما ندخل في ان احنا نحل المحادثه بشكل عملي، ان احنا نتكلم عن حاجه اسمها السيتويشنال سنتنسز. يعني ايه يا جماعه سيتويشنال سنتنسز؟ السيتويشنال سنتنسز دي هي عباره عن جمل مرتبطه بمواقف معينه. الجمل دي يا جماعه لازم تحفظ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طول عمرنا عارفين، مثلا لو انا قلت لحد، او مثلا جبت جمله زي مثلا I went to the zoo، وقلت له اعمل لي مثلا سؤال عليها، فهيقول لي تمام، هسأل بوير، وعشان في went هحط did كفعل مساعد، والفاعل I يتحول إلى you، والمصدر من went to go هتبقى where did you go. الكلام ده سهل، تمام كده. والكلام ده مع التدريب والممارسة احنا أخدناه قبل كده وحضراتكم عارفينه. ولكن في جمل، مثلا على سبيل المثال، لو حد سأل حد وقال له مثلا let's، او قال له مثلا سوري، عرض عليه عرض وقال له let's go to the zoo، هيا بنا نذهب للحديقه. تمام. ومن خلال المحادثه الشخص ده فهم انه موافق على الكلام ده. يا ترى هيرد يقول له ايه؟ دي بسميها يا جماعه situational sentence، جمله مرتبطه بموقف معين. وهنبدا بليتس ان شاء الله، وهنبدا باول situational sentences عندنا، جمل خاصه بالمواقف عندنا، الا وهي يا جماعه the suggestion sentences، جمل الاقتراح. لازم الاول نعرف الاقتراح، ازاي اعمل اقتراح وازاي ارد عليه، how to make a suggestion and how to reply، كيف ارد عليه. الاقتراحات عندنا في كذا طريقه عندي ان انا اعمل بيها اقتراح. اول حاجه عندي انك ممكن تقول how about او what about زائد فعل مضاف له ing، معناها ما رايك فيه. تاني طريقه عندي اعمل بيها اقتراح ان انا اقول why don't we او why don't you، ولما لا زائد الفعل في المصدر. تالت طريقة عندي إن أنا ممكن أقول you could يمكنك، أو we could يمكننا plus infinitive زائد الفعل في المصدر. رابع طريقة عندي اللي بدأت بيها أنا إن أنا أقول، إحنا قلنا let's زائد الفعل في المصدر، let's هي بنا زائد الفعل في المصدر. أو آخر حاجة أقول I suggest، أنا بقترح I suggest plus زائد فعل مضاف له ing، أو مصدر الفعل مضاف له ing. الأربعة دول أو الخمسة دول يا جماعة، دول 5 طرق مختلفة لتقديم الاقتراح. طب يا ترى، على سبيل المثال، لو حد قال لي let's go to the zoo وانت موافق على الاقتراح، فهمت من باقي المحادثة انك انت موافق، هتقول ايه؟ هتقول طبعا good idea، فكرة رائعة. او تقول okay let's، okay let's يعني موافق، هيا بنا. طب if you turn down the suggestions، لو انت بقى reject، لو انت رفضت refused the suggestions، رفضت الاقتراح، هتقول ايه؟ رفض الاقتراح انك تقول مثلا I'm not very keen، I'm not very keen لست متحمسا. او تقول I'm not interested، I'm not interested لست مهتما بالفكرة. مطلوب مننا يا جماعة ازاي اعمل اقتراح، تمام؟ ازاي يعني اخترع لحد حاجة زي ما قلنا الخمس جمل اللي احنا استخدمناهم، وازاي ارد، سواء positively يعني بالايجاب ان انا اوافق، او negatively بالسلب ان انا ارفض. الكلام ده ممكن يجي داخل المحادثة ويطلب منك انك توافق او ترفض على حسب المحادثة، او يطلب منك انك انت تعمل اقتراح. طيب، فصل صغير ان شاء الله، وهناخد the second situational sentence we have here. See you in a minute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني إن شاء الله مع the second situational sentence، الجملة أو الموقف التاني اللي ممكن يجي لنا في المحادثة ولازم نكون على دراية بيه، ألا هو يا جماعة asking for advice، طلب النصيحة، and giving advice وإعطاء النصيحة، and accepting advice وقبول النصيحة، وأخيرا refusing advice رفض النصيحة. أول حاجة عندي إزاي تطلب نصيحة. على سبيل المثال، الجملة اللي قدام حضراتكم دلوقتي هتظهر على الشاشة دلوقتي عبارة عن حوار ما بين دكتور طبيب وما بين بيشنت مريض. فبيشنت المريض بيسأل سؤال، دكتور الطبيب بيقول له you should stop smoking، you should stop smoking، يجب أن تتوقف عن التدخين. يبقى يا ترى كان إيه فوق السؤال؟ السؤال طبعا فوق يا جماعة كان طلب نصيحة، ولازم نعرف إزاي نطلب النصيحة. طول ما الإجابة فيها you should، يجب عليك، يبقى فوق كان بيطلب النصيحة، بيقول له أعمل إيه مثلا.
فهيقول له واحده من اتنين، انا هختار لكم اسهل اتنين. فممكن يقول what should I do؟ what should I do؟ ماذا يجب ان افعل؟ انا تعبان، اعمل ايه يا دكتور؟ او يقول له what do you advise me to do؟ what do you advise me to do؟ بما تنصحني ان افعل. ده اسمه طلب نصيحه، فالدكتور نصحه قال له you should. يبقى برضو عند اعطاء النصيحه اقول you should زائد المصدر، او اقول مثلا if I were you، لو انا كنت مكانك I would زائد المصدر. او رقم 3 ممكن يقول له I advise you to، انصحك ان زائد المصدر. يعني الدكتور قال له you should stop smoking، فممكن يقول له if I were you، لو انا كنت مكانك I would كنت stop smoking، اتوقف عن التدخين. او يقول له I advise you، انصحك to and stop smoking، تتوقف عن التدخين. طيب نكمل بقى المحادثه بتاعتنا. اعتبروا يا جماعه كده ان البيشنت المريض نقط هيرد على الدكتور بعد ما قال له توقف عن التدخين، والمحادثه هتخلص على كده. يبقى المريض هيرد طبعا بالموافقه، مش معقول هيرفض. تخيلوا بقى وافق او رفض. تعالوا ناخدها كده، لو هو قبل النصيحه او وافق عليها هيقول له ايه؟ طبعا you are right، معك حق. او يقول له yes I know I should، I know I should، معك حق، انا عارف ان انا لازم اعمل كده. طيب لو المريض رفض النصيحه، او اي حد طبعا عاده او غالبا المريض مش بيرفض النصيحه، بيبقى تعبان يعني، ولكن لو الموقف او الموقف ده مرتبط بموقف تاني، يعني بلاش الدكتور والطبيب، مع اي حد انت بترفض النصيحه بس فهمت من المحادثه انك انت رافض النصيحه، هتقول ايه؟ اكسكيوز مي. عامه انت عذرا. حضراتكم لو اي حد نصح حد نصيحه وهو ما قبلهاش، انتوا عارفين بيقول ايه بالعربي كده؟ بيقول له ايه؟ ماشي هشوف. يعني كلمه هشوف هيقول له I will see، I will see. او ممكن يقول له maybe later، maybe later، ربما فيما بعد. فاضلنا ان شاء الله موقف او موقفين تاني ان شاء الله، هنحاول نقول موقف منهم، وبعد كده ان شاء الله فيديو تاني نتكلم عن باقي المواقف او الجمل المرتبطه بمواقف اللي لازم نعرفها ونبقى حافظين الردود بتاعتها والاسئله، عشان بنحتاجها ان شاء الله في المحادثه، وتشوفوا الكلام ده ان شاء الله قدام. فاصل صغير وهرجع لكم تاني. See you. ورجعنا لكم تاني، ويلكم باك اجين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثالث واخر موقف معانا النهارده، او اخر جمله مرتبطه بمواقف النهارده، او اخر موقف مهم جدا في المحادثه النهارده، الا وهو يا جماعه احنا بنسميه asking for clarification. asking for clarification، طلب التوضيح. لما تكون بتتكلم مع حد ومش فاهم هو قصده ايه او بيقول ايه، هتقول له طبعا اسهل جمله what do you mean؟ what do you mean؟ ماذا تقصد؟ تمام؟ او تقول له can you say it another way؟ can you say it another way؟ ممكن تقول الموضوع ده بطريقه تانية. او ممكن يقول له can you repeat؟ can you repeat؟ ممكن تكرر اللي انت قلته. طيب الشخص بقى he wants to give clarification، عايز يوضح لك بقى. انت سألته انت تقصد ايه، فهو عايز يقول لك انا اقصد كذا، فيقول لك I mean، انا اقصد، ويقول هو قصده ايه. I mean كذا. طيب حضرتك فهمت وعايز تقول له انك انت خلاص فهمت، فهتقول له I see. I see يعني انا فهمت. او I understand now، انا فهمت الان. I understand now. او تقول له I have got it. I have got it. I have got it يعني فهمت الفكرة، فهمت اللي انت تقصده. ده كان اخر موقف معانا النهارده. خدنا suggestions، الاقتراح، how to make suggestions، ازاي تعمل اقتراح، how to reply، ازاي ترد على الاقتراح سواء positively ايجابيا او بالايجاب يعني بالموافقه، او negatively بالسلب او بالرفض. اتكلمنا برضو عن السجشنز، المواقف، how to make suggestions، ازاي تعمل عن الاقتراح، ازاي تقترح، and how to reply، وازاي ترد على الاقتراح سواء بالموافقه او بالرفض. وبعد كده خدنا برضو asking for clarification، طلب التوضيح واعطاء التوضيح. وطبعا الفهم، لو انت فاهم بترد بتقول ايه، او مش فاهم بتقول له مثلا I want you to repeat it again، كرر اللي انت قلته مره اخرى، او تقول له what do you mean، ماذا تقصد. الكلام ده يا جماعه والجمل دي الاسئله والاجابات عليها مهمه جدا، ويجب ان تحفظ باي هارت عن ظهر قلب، لان دي هتحتاجوها في المحادثه. وان شاء الله هناخد الكلام ده وهفكركم واحنا بنحل المحادثات بشكل عملي. حاولوا تسجلوا الكلام ده عندكم، تمام؟ وتحاولوا تحفظوه ان شاء الله، عشان بعد كده واحنا بنحل هنتناقش فيه ان شاء الله حتى في الكومنتس. فوتوا رايكم في الكومنتس لو عجبكم الفيديو.
دوس لايك وشير everywhere وما تنساش تشترك في القناة. see you next time إن شاء الله. see you soon. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.